أنت بتحس إن يومك ما بيكفيش، إنك بتجري ورا مهام كتير وفي الآخر ما بتخلصش حاجة. في ناس عندهم نفس 24 ساعة بتاعتك، بس شغالين أحسن، عايشين أهدى، ومنجزين أكتر. السر مش في الوقت، السر في البركة. النهاردة هنتكلم عن كتاب أثر البركة للكاتب محمد فارس، مؤسس موقع المسلم المنتج. محمد فارس قضى سنين يدرس إزاي المسلمين الناجحين بيحققوا إنجازات كبيرة من غير ما يفرطوا في دينهم. الكتاب ده مش عن إدارة الوقت العادية، ده عن إزاي تطلب من ربنا البركة في كل حاجة في حياتك. البركة يعني إيه؟ يعني إن القليل يكفي، يعني إن ساعتين شغل بتعمل نتيجة 10 ساعات، يعني إن راتب صغير يكفي عيلة كبيرة ويفضل منه. البركة دي هدية من ربنا، بس محتاجة منك أسباب واضحة. تعال نشوف الدروس السبعة اللي في الكتاب. الدرس الأول: البركة مش بالكمية، البركة بالكيفية. إحنا عايشين في عصر الإنتاجية الجنونية، كل الناس بتقولك اعمل أكتر، خلص مهام أكتر، اشتغل ساعات أطول. بس محمد فارس بيقول حاجة مختلفة خالص. هو بيقول إن ربنا ما بيكافئش على الكم، ربنا بيكافئ على الإتقان والإخلاص. لو أنت عملت مهمة واحدة بس في اليوم، بس عملتها بتركيز عالي ونية خالصة لوجه الله، دي أفضل عند ربنا من 100 مهمة عملتهم بشكل سطحي. مثلا لو أنت موظف وشغلت ملف واحد باهتمام، ده أفضل من 10 ملفات عملتهم بسرعة ومليانين أخطاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. الإتقان ده هو سر البركة. الدرس التاني: الصلاة في وقتها سر اتساع الوقت. دي حاجة عجيبة بصراحة، ومحمد فارس بيحكي تجارب ناس كتير شهدوا بيها. لما تسيب شغلك أو مذاكرتك وتقوم تصلي في أول الوقت، أنت مش بتضيع وقت، أنت بتستثمر في البركة. ربنا سبحانه وتعالى بيبارك في باقي يومك. في ناس كتير بتقول أنا مشغول، هصلي بعدين، بس الحقيقة إنك لما بتأجل الصلاة، البركة بتروح من يومك. بص حواليك على الناس المحافظين على الصلاة في وقتها، هتلاقيهم أكتر إنتاجية وأقل توتر. الصلاة دي استراحة محارب، دي إعادة شحن، دي وقفة مع ربنا تخليك ترجع لشغلك بطاقة وتركيز. خلي الصلاة أولوية، وشوف بنفسك البركة هتحصل إزاي. الدرس الثالث: صلة الرحم تفتح أبواب الرزق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو عايز رزق أوسع وعمر أطول، روح زور أهلك. مش مجرد كلام، دي حقيقة. محمد فارس بيحكي قصص رجال أعمال ومديرين ناجحين لما بدأوا يهتموا بأهلهم وعيلتهم، شغلهم اتحسن وفلوسهم زادت. مش منطق مادي، ده منطق رباني. ربنا بيكرم اللي بيصل رحمه. حتى لو أهلك بعاد أو العلاقة فيها مشاكل، اتصل، اسأل، ابعت هدية بسيطة. الأجر عند الله عظيم، والبركة في حياتك هتكون واضحة. الدرس الرابع: الدعاء قبل كل شيء. إحنا أحيانا بننسى إننا نطلب من ربنا البركة، بنفتكر إن الموضوع كله تخطيط ومجهود. محمد فارس بيفكرنا إن أول خطوة للبركة هي الدعاء. قبل ما تبدأ يومك، ارفع إيدك وقول: اللهم بارك لي في يومي، بارك لي في وقتي، بارك لي في عملي. الدعاء مش مجرد كلام، الدعاء ده سلاح المؤمن. لما تدعي بصدق، ربنا بيستجيب وبيفتح لك أبواب ما كنتش تتخيلها. جرب تبدأ يومك بدعاء البركة وشوف الفرق. هتحس إن المهام بتتيسر، والمشاكل بتتحل، والناس بتتعامل معاك أحسن. ده كله من أثر الدعاء الصادق. الدرس الخامس: الصدقة تمحو المصائب وتزيد البركة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقة السر تطفئ غضب الرب. الصدقة مش بس عشان الفقير، الصدقة دي حماية ليك. لما بتتصدق، ربنا بيحميك من مصايب كانت جاية في طريقك وانت مش عارف. ومش لازم تتصدق بمبالغ كبيرة، جنيه أو اتنين أو حتى كلمة طيبة، كل ده صدقة. المهم الاستمرارية والنية. محمد فارس بينصح بحاجة بسيطة: خصص مبلغ صغير كل يوم للصدقة، حتى لو 5 جنيه. لما تعمل ده باستمرار، البركة هتدخل حياتك من أبواب ما كانتش تتوقعها.
الرزق هيزيد، الصحة هتتحسن، والطمأنينة هتملأ قلبك. الدرس السادس: النية الصالحة تحول العادة لعبادة. من أجمل الحاجات في الإسلام إنك تقدر تحول أي فعل عادي لعبادة تتأجر عليها، بس بالنية. لما تنام بنية إنك تستريح عشان تصحى تصلي الفجر، النوم ده عبادة. لما تاكل بنية إنك تتقوى على طاعة ربنا، الأكل ده عبادة. محمد فارس بيقول إن المسلم الذكي بيعيش حياته كلها عبادة. شغلك لو نويت إنك بتشتغل عشان تكسب حلال وتنفق على أهلك، الشغل ده عبادة. رياضتك لو نويت إنك بتحافظ على صحتك اللي هي أمانة من ربنا، الرياضة دي عبادة. عيش يومك بنية صالحة، وشوف البركة والأجر هيتضاعف إزاي. الدرس السابع والأخير: بركة الوقت في التبكير. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأمته فقال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. معنى كده إن الصبح الباكر فيه بركة خاصة. الناس الناجحين في كل المجالات هتلاقيهم بيصحوا بدري. محمد فارس بيتكلم عن تجربته الشخصية. لما بدأ يصحى قبل الفجر وينجز شغله الأهم في الصبح، حياته اتغيرت تماما. الصبح فيه هدوء، فيه صفاء ذهني، وفيه بركة ربانية. جرب تصحى بدري أسبوع واحد بس وشوف الفرق. هتخلص مهام في ساعتين كنت محتاج ليها يوم كامل. دي بركة الوقت الحقيقية. لما تطلب البركة من الله بصدق، الوقت بيتسع، والقليل بيكفي والقلب بيطمئن. البركة مش رفاهية، البركة دي ضرورة لكل مسلم عايز يعيش حياة متوازنة بين الدنيا والآخرة. الكتاب ده فتح لي أبواب كتير، وأتمنى يفتح ليك كمان. ابدأ بخطوة صغيرة: صلاة في وقتها، دعاء في الصبح، صدقة بسيطة، وشوف حياتك هتتغير إزاي بإذن الله. ربنا يبارك في وقتك وعمرك ورزقك. ولو الفيديو عجبك، متنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.